جوجل فاجأت الكل بأداة جديدة اسمها نانو بنانا، أداة ذكاء اصطناعي مختلف عن أي حاجة شفتها قبل كده. والأداة دي مش بس بتولد صور، دي كمان بتخليك تثبت شخصيتك وتعدل مشاهد كاملة كأنك محترف في التصميم. هنروح على موقع جوجل اي اي ستوديو، هنسجل بالجيميل بتاعنا عادي. هنلاقي هنا نموذج النانو بنانا، تراي نانو بنانا، او تختاره من هنا من فوق. هتختار اللي هو النانو بنانا ده. طيب، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها النانو بنانا غير اللي انت عارفها؟ مثلا هنجيب صورة بالابيض واسود زي دي، هنرفعها على الموقع، هنقول له لون الصورة دي. كده بعد ما النتيجة ظهرت معانا، شايفين الفرق بين الصورة القديمة هي الأبيض وأسود، وبعد ما لونها. ثانية نفتح الصورة، شايفين الجودة، جودة الصورة رهيبة بصراحة. تمام. برضو الصورة دي ما فيهاش تفاصيل كتير في الألوان عشان يظهر لنا فرق أكبر من كده يعني، بس النتيجة بشكل عام مبهرة جدا. طيب إيه تاني؟ ممكن مثلا نجيب صورتين، أو مثلا ممكن نجيب صورة زي دي، نحطها هنا ونغير الاسم بأحمد. تمام. برضه هننتظر لحظات، الموضوع بياخد ثواني مش بيكمل حتى 30 ثانية، وبتكون طلعت معاك النتيجة. بص غير لنا الاسم ازاي من دالة، خد نفس الستايل ونفس كل حاجة. نتيجة احترافية بصراحة. انت لو عايز تعمل ده بالفوتوشوب او بأي أداة تاني، الموضوع مش هيكون بالسهولة دي خالص. نتيجة مبهرة وجودة عالية جدا. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن مثلا نجيب صورة زي دي، الإزازة دي، نقول له مثلا اعمل اعمل تصميم احترافي للمنتج ده باستخدامه في إعلان السوشيال ميديا. برضه كالعادة ننتظر، مش الموضوع سريع جدا وبيطلع بجودة عالية وباحترافية رهيبة. بصراحة الأداة دي جبارة جبارة جدا جدا. شايفين النتيجة عاملة ازاي؟ مبهرة، نتيجة مبهرة بصراحة. التصميم والألوان وكل ده أنا مش هعطيله أي تفاصيل. شايفين الجودة عاملة ازاي؟ شايفين الألوان؟ رهيب بصراحة، رهيبة جدا. وطبعا لو انت عندك نص او عندك سعر، تفاصيل اسم البيج بتاعتك، اي حاجة بتحطها. طيب ايه تاني؟ ممكن نجيب الصورة دي برضو والصورة دي ونحطهم هنا. تمام. نقول له ادمج صورة المنتج مع خلفية دي. ننتظر برضو نشوف النتيجة اللي هتطلع معانا. بس برضو علشان تكون عارف، ليك عدد كريدتس معين، تقريبا 30,000 أو حاجة. أنا استخدمت لحد دلوقتي 10,000. كده بعد ما النتيجة ظهرت معانا، عمل لهم دمج بشكل احترافي جدا جدا جدا. الموضوع بقى بياخد ثواني بعد ما كنت تاخد فيه وقت كبير عشان تعمله بأدوات وبرامج. شايفين الاحترافية في الدمج؟ رهيب بصراحة، رهيب. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ تمام. طبعا هنحمل الصور دي زي ما احنا عايزين، اي صورة تكون عايزها بتضغط على زر الداونلود اللي فوق ده بيتحمل معاك. طيب ممكن نعمل ايه تاني كمان؟ ممكن مثلا نجيب الصورة دي والصورة دي مثلا، برضه نحطهم هنا، نقول له عايز نفس ستايل الصورة، الألوان في الصورة الأولى على الصورة الثانية. ننتظر برضه لحظات. كده ظهرت معانا النتيجة. هو خد الستايل بس مش طالع مظبوط قوي بصراحة. بس أنا جربتها في صور تاني، كان بياخد الستايل هو بالظبط يحطه لك على الصورة التانية. فأنا اديتك الفكرة وأنت ممكن تجربها لو أنت عايز تعمل كده. عندك صورة وعايز تاخد الستايل بتاعها على صورة تاني، هتظبط معاك جدا. بس هو ممكن الصورتين دول ما ظبطوش معايا، أو تكتب له ممكن برومت احترافي أكتر من كده علشان يظبطها معاك. كده احنا اتعلمنا اكتر من حاجة. اتعلمنا ناخد ستايل من صورة لصورة،
وكمان ندمج صورتين مع بعض، وكمان نقدر بصورة واحدة لمنتج نعمل تصميم احترافي جدا بضغطة زرار. كمان نقدر نبدل النص بنص تاني بضغطة زرار برضو. كمان نعمل تلوين للصورة. كمان تقدر تعمل لو عندك صورة الألوان فيها مشكلة، تقدر برضو ترفعها ويعدل لك الألوان. برضو الإضاءة فيها مشكلة يقدر يظبطها. كمان عايز تكبر صورة، عندك صورة حجمها صغير ممكن يكبرها. برضو تقدر تحسن الجودة. لو عندك مشكلة الصورة فيها جودة فيها مشكلة تقدر برضو تحسن الجودة. كل ده بضغط زرار. بصراحة الموديل ده رهيب جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وكومنت.